السلام عليكم. شلون الشباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون مليء بالمعلومات اللي تفيد المبتدئ والوسطاني والجناي القديم. راح نحكي اليوم عن الاسعار وسبب تفاوت الاسعار، وهل هو مشروع ناجح او فاشل تربية هاي العصافير او الحمام او انواع العصافير. وبصورة عامة طبعا هسه خليت المحمية على ما هي عليه، يعني بعدني ما دايمها، لأن أكو بيهن 3 نقاط راح تفيدكم، راح نحكي بيهن. مثل ما تشوفون المطارات شكلين، شكل ذاك المربع 250 مل وهذا شكل 100 مل. الشكل هذا ابو 250 مل، ليش شكلين؟ لأنه هذا المربع أولا يفيد الخانات اللي بيها إنتاج، لأنه الزوج اللي عنده إنتاج يصرف مي هواي، لأنه من خلال الزق راح يصرف هواي مي. والمطاير كذلك دائما تكون بيهن أعداد هواي، فنستعمل لهم ال 250 مل. أما هذه ال 100 مل فنستعملهن من خلال المحفزات أو العلاجات. مثلا أنا هسه ما شاء الله عندي أقفاص هواي، فهذه راح تفيدني، يعني تكون سريعة. وكان ما أتابع يا قفص عندي مثلا ما عنده إنتاج، أباوع على المطارة من 100 مل، أعرف إنه هذه حاليا أنا عندي كورس مقويات لهاي الخانات، فراح أسحبهن، راح أسحبهن مباشر وأبدل. هسه حاليا احنا نعطين دواء محفز للتكاثر، بنفس الوقت تقدر تعطي كورسات للطيور، يعني بدون ما تعطي كورسات للطيور اللي عندها انتاج. هاي البيضات مال الخانات اللي عندها انتاج افراخ. طبعا راح افتح لكم الافراخ، يعني الخانات مال اللي بيها افراخ، حتى شوية تتونسون، حتى لا تصابون بالملل، وبنفس الوقت نستفاد من الفيديو بالكامل. قبل ما تبدأ توسع محميتك خلي في بالك نقاط اللي هي أهمها. لازم تكون أنت هاوي جناي، مو تاجر، لأن التاجر دائما يخسر، لأن هاي أرواح، والأرواح هاي ممكن تموت، وإذا ماتت فأنت خسرت. باعتبارك تاجر أنت خسرت، ممكن طيورك ما تنتج أو تتأخر بالإنتاج، وباعتبارك تاجر الوقت مو بصالحك، فإذا راح تخسر. ممكن تنصاب بالمرض، اوكي، وتخسر بدون ما تربح. ما شاء الله طبعا هذا انجليزيات، ان شاء الله قيد التطوير، ان شاء الله نحن نوصل مستويات، يعني خلينا نقول على وطن عربي ان شاء الله. ممكن الحظ مالتك حلو او توفيق ربك الك، لانه نجاحك بهيجي مشروع هو توفيق من رب العالمين اولا. اذا اخذت قرار توسع محميتك تخلي في بالك انه انت هاوي، لو هاوي وياها تجارة، لو فقط تاجر. اذا تاجر فمن هسه اقول لك بطل. اما اذا انت هاوي فربي شو تريد، لان هي للونسة فقط. اما اذا تكون هاوي وبنفس الوقت تريدها تجارة لازم تختص، يعني مثلا تختص بالعصفور، تختص بالحمام، بالغندور، لانه انت مع الوقت راح تكتسب الخبرة في سبيل النجاح. هذه ما شاء الله مبيضة، طبعا بدنا ننتظرها لان افراخها دائما تكون حلوة. الاحتراف، نرجع لموضوعنا. الاحتراف سيد الخيارات. ليش؟ لانه الاحتراف راح يخلي لك نجاح، والنجاح راح تكون بنفس الوقت تاجر او متونس. ما شاء الله طبعا داية دائما تبيض 8 بيضات، وحنينة كلش هي وفحلها ما شاء الله. والله هاي ما شاء الله صار عندها انتاج. طبعا ما شايفين، هاي أول مرة اشوفن انا وياكم. نرجع لموضوعنا. المشروع ممكن يكون ناجح ولكن بخطوات. اولا ان يكون لك دخل اولي، لان الدخل الاولي راح يصرف عليك انت، والمشروع الثاني راح يمولك، لان هذا مشروع ثانوي. فالدخل الاولي راح يمول هذا المشروع الثانوي، لانه ممكن انت 6 شهور سنة راح تنام وما عندك انتاج، فشلون راح تقدر خلينا نقول تكمل وياهن، لان اعلاف مكملات غذائية هاي مصاريف. فشلون راح تكمل وياهن؟ راح يكون الدخل الاولي هو السند لك في سبيل تنجح. اي تخلي في بالك اي مشروع ياخذ وقت حتى ينجح، يعني مو بس العصافر، اي مشروع من 6 شهور الى سنة. فاذا كنت مبتدئ، اولا انت لازم تبدي بانواع رخيصة تتعلم بيهن، ومن ثم تطور المستوى. لازم تطور المستوى، لازم تطور المستوى، لان المستوى العالي، المستوى العالي هو اللي يبيع نفسه، يعني ما تتعب وانت تبيع.
هو يبيع نفسه. اما المستوى الوسطاني والمستوى الضعيف فهذا راح تتعب في سبيل تبيعه. شو وقت تكون بياع ناجح؟ لان انت هسه حاليا ايش تحتاج؟ طبعا هذا انجليزي ما شاء الله، هذا مستورد لكن مستواه كلش عالي. طبعا انا حافهن وحاط امالي كلهن عليهن. ان شاء الله هذا الزوج راح يبيض وجه من ينتج. طبعا اختصيت نوعا ما بالانجليزي، يعني اكثر طيوري بالانجليزيات، لان الانجليزي يعني متعة بصراحة، وخلنا نقول للجناية حقيقيين، لانه يحتاج جهد وتعب في سبيل تنجح. نرجع لموضوعنا. المستوى العالي قلنا هو يبيع نفسه، يعني ما راح تحتاج انت تبيعه. زين، انت ناجح بمشروعك، مشروع العصافير انت ناجح بيه وقدرت تنتج من عنده. عندك خطوة ثانية انه لازم تكون بياع ناجح. زين، شلون تكون بياع ناجح؟ اكو كذبة احنا اخترعناها، العراقي والمستورد ما ينتج والمستورد مريض. نوعا ما بي صحة انه المستورد بأمراض، بي صحة، لكن بيهن ازواج ما مريضة وتنتج. فاحنا لازم تكون اسعارنا اسعار محلية ارخص من المستورد، مو اغلى من المستورد. يعني الازواج المستوردة اللي دمائها نقية وبنفس الوقت تعبان عليها جنايها، احنا نكون متفاوتين وياه بالسعر. يعني لازم احنا نكون افضلية، يكون سعرنا الى افضلية عن المستورد. شغلة رقم 2 انه انت لازم تواكب. شلون تواكب؟ لازم تعرف السوق ايش قد اسعاره، حتى من تعرض طيورك لازم انت متواكب ويا السعر ويا السوق، حتى ما يكون العرض مالتك على الفاشوش. يعني من تعرض انت تريد تبيع، فلازم تعطي سعر يخليك تبيع. اوكي، هاي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 والاهم، اللي هو انه انت باعتبارك انت عرضت بالفيس، انت ما عندك محل حتى تيجي عليه زبائن، انت راح يكون الفيس مالتك عليه زبائن فقط. فتحتاج 3 نقاط مهمة كلش. الاولى انه تكون صاحب مصداقية عالية، لان المصداقية العالية انت مثلا بعت لزوج الشخص ما، هذا الشخص ما انت بيضت وجه وياه، ايش راح يسوي؟ كل اصدقائه راح يقول لهم والله انا اخذت من فلان جناي، انسان صاحب مبدأ وصادق وما قصر وياي، فهذا راح يكون اعلان لك. هاي نقطة رقم 1 تخليها في حساباتك، لازم تكون صاحب مصداقية. اذا غشيت شخص واحد فهذا الشخص الواحد راح يطير من عندك فد 4-5 زوائد. الشغلة رقم 2، طبعا هذا الميوتافيت كلش مهم للافراخ، يعني يطلع الريش مالتهم كلش حلو، لان هم من يبدل الريش. هاي مجموعة مال مكملات غذائية، لكن الميوتافيت كلش راقي، دورة دايجست، الكالسيوم، المكملات الغذائية طبعا كلش مهمة ابد لا تعبروها. نرجع لموضوعنا. احنا قلنا لازم تكون صاحب مصداقية. شغلة رقم 2، اي قطعة انت غشيت بيها انت خلي في بالك خسرت 10 زبائن، 10 عدل. زين، انت زبائنك على قدك، باعتبار انت صاحب مشروع، زبائنك على قدك، فتخلي الزوج عندك يموت وتخسر بمكان ما تغش لك واحد. شغلة رقم 2، أن تكون اسعارك معقولة، لسبب انه انت ببيتك والشراي جاي لي يمك، فهذا تعب. فلازم لازم تعطيه مغريات. المغريات اولا السعر مالتك حلو، ثانيا المستوى مال الطير مالتك حلو، يعني يستاهل. يعني مثلا ثاني رايح للنجف جايب طيور، رايح الكركوك جايب طيور. زين، انا ليش دا اتعب هالقد؟ معناته المستوى هذا ما موجود بغير مكان. زين، لنفرض المستوى موجود بكل مكان، اذا انطيه مغرى ثاني اللي هو الاسعار، يعني اتلاعب وياه حسب اللي هو دا يريده. هاي شغلة رقم 2 وهم يعني كذلك مهمة، لازم تخليها في حساباتك. ارجع واقول اللي يخلي في باله انه ينتج هيك مشروع لازم اولا يكون عنده دخل اولي. يعني انت مو عندك مشروع اولي رحت صفيته وجمعت فلوسه وجبتهن ودبيتهن على هاي الطيور، لانه انت راح تخسر 100%. وإن شاء الله النجاح للجميع، وأشوفكم على خير في فيديو ثاني.